أقول بأن حرية الصحافة موجودة ما دام هناك صحفيون أحرار، فحرية الصحافة ستظل موجودة. ما دام هناك مجتمع حر فحرية الصحافة ستظل موجودة. إلى أي مدى؟ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني حرية الصحافة ما دام هناك مجتمع حر في حاجة إلى التعبير عن نفسه بحرية ستظل هذه الحرية موجودة. المشكل يعني في الواقع اليوم هو في التضييق الذي يمارس على هذه الحرية. هناك الكثير من التضييقات، تضييقات سياسية والتضييقات الاقتصادية والتضييقات القانونية والمطالبات اليوم الموجودة في المغرب من خلال الصحفيين المستقلين ومن خلال منظمات المجتمع المدني هو يعني تطوير قوانين التي تؤطر وتنظم هذه الحرية لتكون أكثر شفافية وأكثر ديمقراطية، تتيح تطورا ملحوظا لممارسة هذه الحرية في داخل المجتمع ومن خلال الوسائل التي تتيح للرأي العام التعبير عن نفسه وعن آرائه. أستاذ علي، كيف تقيمون تفاعل الجمهور القطري مع الندوة، مع ما جاء في مضمون الندوة؟ أنا صراحة استفدت كثيرا من التعقيبات والمداخلات التي تلت مداخلتي، وهذا يدل على وجود وعي كبير داخل المجتمع المدني القصري، وأيضا يدل على متابعة ومواكبة كبيرة لهذا المجتمع لما يحصل داخل الحقل الإعلامي في المغرب بصفة عامة. أستاذ علي، السؤال لو كان ممكن، آخر تطورات ملف المتابعة ديالكم؟ هناك جلسة مقبلة يوم 20 ماي، اليوم الثلاثاء المقبل، وأتمنى أن يكون هناك خير. هذا كل ما استطيع. أستاذ، بالنسبة سؤال الأخير، بالنسبة مؤخرا لاحظنا ارتفاع وتيرة الاعتقالات في المغرب، اعتقالات لمناضلي حركة 20 فبراير، اعتقالات المعطلين، الأطر العليا المعطلة بالرباط أكثر من شهرين، و9 أطر معتقلة بالسجن الزاكي، اعتقالات في عدة مناطق بالمغرب. كيف تفسرون ذلك، خصوصا بعد موجة الاحتجاج ل 20 فبراير اللي كانت في المغرب؟ هل يمكن اعتبار ذلك أن الدولة تسترجع هيبتها أم ماذا؟ كيف تفسرون ذلك، وما هو دور الإعلامي في هذه المحطات؟ أنا أرى في هذا كله عنوان لكثير من التراجعات التي نشهدها منذ خفوت الحراك الشعبي في المغرب، نتيجة أيضا للانتكاسات التي شهدها وعرفها الربيع في الكثير من دول المنطقة. والإعلام الحر والمستقل يجب أن يكون إلى جانب جميع الأصوات الحرة والأصوات الحقوقية التي تطالب بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، خاصة شباب حركة 20 فبراير ومعتقلي حركة المعطلين. شكرا أستاذ علي، شكرا لك.